السلام عليكم ورحمة الله. رسالة عاجلة للبرلمان المغربي لأن تيدير التشريع ديال القوانين الاقتصادية وكل القوانين ديال المتعلقة بالتسيير الاقتصادي. هذه رسالة عاجلة للبرلمان المغربي والوزارة الطاقة ولرئيس الحكومة المحترم الأستاذ عزيز أخنوش وأيضا لشركات الغاز اللي كاينة في المغرب. هذه رسالة عاجلة إلى تبني مشروع ترموستا. هذا المشروع هذا مستوحى من التجربة الفرنسية، لأن فرنسا دارت واحد الديكري في 2023 وبدات حاليا في التعميم ديال مشروع الترموستا. وهذا الترموستا غتولي اوبليغاتوار على جميع الناس وعلى جميع الشركات ابتداء من عندي هنا ابتداء من 1 يناير بالضبط، ابتداء من 1 يناير 2027 على حساب الديكري مشروع القرار الفرنسي. فهذا المشروع ديال الترموستا هو مشروع اللي فيه النجاعة الطاقية واللي كيقلل الفاتوره الطاقيه ديال الاستهلاك الطاقي ديال الافراد والشركات. فانا انادي البرلمان المغربي، الهيئات السياسيه، جميع الاحزاب السياسيه اللي كاينه في البرلمان المغربي اللي كتلعب دور في التشريع، والحكومه المغربيه في شخص وزاره الطاقه، مؤسسه وزاره الطاقه، وكذلك رئيس الحكومه الاستاذ عزيز اخنوش، الى تبني هذا المشروع اللي غيكون مشروع هائل للاقتصاد الوطني المغربي، ومشروع اللي غيكمل المجهودات الملكية اللي دارت في ميدان الطاقات المتجددة. مشروع اللي غيكون هائل واللي غيساهم في الإقلاع الاقتصادي المغربي. فعن طريق هذا الفيديو هذه غنوضح لكم تفاصيل اللي هي أكثر. هذا الفيديو اللي تنديرو اليوم مع 2:30 ديال الصباح لو 1 أوت 2024 باش نهضروا اسيدي بعدا، لان البرلمان المغربي خاصنا نعطيوه لان هاد الفكره ديال الترموستا ماشي مشروع ديالي، لا هذه فكره فرنسيه كاينه في فرنسا، غير هو نقدموا للبرلمان المغربي المشروع القانون الفرنسي اللي كاين وحتى شي معطيات تقنيه، غير هو هذاك الشيء غيتم المغربه ديالو، غيتم المغربه ديال ديك التجربه الفرنسيه. وباش نشرح لكم اكثر شي مسائل الله يطول عمركم قبل ما نهضروا على الذكري والمسائل التقنيه. فمن خلال التجربه الفرنسيه كاين واحد الذكاء فرنسي تبارك الله. شنو هو؟ وحنا هنا في المغرب خاصنا نعتمدوا هذا الذكاء هذا، لانه حنا المغرب الحمد لله تحت القياده ديال جلاله الملك درنا الكوب 22 وعندنا التزامات مع البيئه. دابا في الذكاء الفرنسي كاين واحد المساله، هو ان دوك الشركات هما سون بوليونت، شركات الغاز باغ ديفينيسيون سون بوليونت، ملوثين للهواء. عوض ما يعطيو اماندا اون اموند فينانسيير ماديه للدوله، الدوله مدخلاهم في هذا المشروع اللي هو مشروع ديال الدوله، مدخلاهم كفاعلين من القطاع الخاص. حنت في اطار فرنسا البيرو ديد ريجيونال ديال توتال غاز انرجي، غير باش نشرح لكم المغاربه بعجاله. حنت في فرنسا البيرو ديد ريجيونال اللي كاين في ديال توتال غاز انرجي هو اللي الحمد لله هو اللي تيعمم هاد التجربه ديال الترموستا على المواطنين المغاربه وعلى المواطنين الفرنسيين عفوا، وهو اللي تيصيفط لي تكنيسيان باش يدير لهم لي ترموستا في لي شوفاج ديالهم وفي داك الشيء. وهذاك الشيء عنده دور باش انه يفعل النجاعه الطاقيه، لا ديال الكهرباء لا ديال الفيول لا ديال الغاز. حيت كاينين بزاف ديال الرادياتور في هادشي ديال الترموستا. وبالتالي هذا هو الذكاء الفرنسي. عوض ما توتال غاز انرجي غتخلص شي تكلفه او تخلص واحد الاماندا، لا هي غتساهم في هذا المشروع اللي هو كيدير النجاعه الطاقيه وكيقلل الفاتوره الطاقيه. فلذلك في المغرب نستعملوا هذا الذكاء الفرنسي، نغربوه اكيد الذكاء الفرنسي في اطار الشخصيه المغربيه. حنا راه ماشي راه غناخذوا التجربه الفرنسيه، ماشي كنقولوا كوبي كولي، لا راه غنديروا لها المغربه ديالها، لان البنيه الاقتصاديه ديال المغرب ماشي هي ضد فرنسا.
راه غنديروا واحد المغاربه ونديروا خصوصيه ديالنا، وغيدوز داكشي في البرلمان المغربي، ويشاركوا فيه الهيئات السياسيه المغربيه، ويشاركوا فيه المجتمع المغربي، وتفعلوا الحكومه في شخص وزاره الطاقه، ويتم داكشي في اطار السلطه التنفيذيه ديال رئيس الحكومه وتحت قياده جلاله الملك يعني هذا، ويتم داكشي. والمغربه ديال هذا المشروع الفرنسي ديال ديال الترموستا. ايوا دابا هنا غنوضح الهيئات السياسيه شنو هو هذا الترموستا، والشعب المغربي شي تفاصيل تقنيه، والتفاصيل القانونيه ديال مشروع القانون الفرنسي اللي مستوحى منه هذا المشروع. Un thermostat connecté, c'est un thermostat intelligent utilisé en domotique pour contrôler le chauffage, la climatisation ou la ventilation d'une maison. هذا هو الترموستات بصفة عامة. غندخل معكم لو ديكري نيميرو 2023 تيري 444 دو 7 جوان 2023 دار 7 يونيو 2023 à compter du 1er janvier 2027. يعني ابارتير من 1 يناير 2027 غيولي هادشي اجباري على جميع الاشخاص والشركات في فرنسا. يعني حيت فرنسا عاد خدامين تيعموا في هذه التجربه ديال الترموستا. tous les logements devront obligatoirement être équipés de systèmes de régulation de la température, notamment des thermostats, ainsi que le calorifugage des circuits de distribution de chauffage. Cette disposition du plan de sobriété énergétique du gouvernement vise à diminuer la consommation d'énergie en France, tant pour les entreprises que pour les collectivités et particuliers. يعني هادشي بالتقليل الاستهلاك الطاقي، وهادشي للنجاعة الطاقية. وحنا في المغرب خاصنا نستعملوا المشروع ديال الترموستا باش انه نديروا النجاعة الطاقية. وكما كتعرفوا راه الخطاب الملكي يهضر على الماء كعنصر ديال الطاقة، وحنا في المغرب خاصنا نحافظوا على الطاقة ونستعملوا النجاعة الطاقية كرافعة للاقتصاد الوطني المغربي بالطبع. وهنا باش نزيد نوضح للمغاربه والهيئات السياسيه والبرلمان المغربي يعني التفاصيل. Les thermostats sont disponibles gratuitement grâce à deux dispositifs différents. كاين deux dispositifs économiques اللي هما la prime coup de pouce ou la prime éco-citoyenne. كاين d'une part la prime coup de pouce اللي هي offerte par le gouvernement. في الواقعة الفرنسية شكرا السردوان عزيزي قال لي موضوع مهم. شكرا. في الواقعة الفرنسية غتبقى لا بريم كو دو بوس اوفرت باغ لو غوفرنمون الى حدود 31 ديسمبر 2024 vise à promouvoir l'adoption des thermostats connectés dans les foyers français en permettant un contrôle intelligent du chauffage pièce par pièce. وهادشي هاد الكونترول ديال الترموستا راه حيت كاين عده تفاصيل تقنيه. انا عبد ربي الدكتور ادريس حقق عن طريق هذا الفيديو ماشي غراضي نكون تقني، ما غراضيش في الديكتاتوريه التقنيه نكون تقني بزاف، ولكن غراضي ننشر هذه الفكره ديال المشروع ديال الترموستا الفرنسي في المغرب. من بعد راه كاينين الناس اللي الحمد لله في وزاره الطاقه راه عندها مهندسين هائلين اللي غيديروا المغربه ديال ديك التجربه الفرنسيه، وغتكون يعني وغيكون حتى البرلمان المغربي راه ملي غيدير مشروع قانون مغربي غيديروا بواحد الطريقه مغربيه، وغيكون داكشي يعني هذا غير باش نوضح لكم. راه يمكن في هادشي ديال الترموستا كاينين حتى دي زابليكاسيون في التليفون موبيل، ان الانسان يكون بعيد ما عرفت فين مسافر وولادو في الدار وتيراقب ليهم بالترموستا وداكشي بالسمارت فون، يعني الاستعمال ديالو كل ما هو بالذكاء الاصطناعي. Des thermostats connectés dans les foyers français en permettant un contrôle intelligent de chauffage pièce par pièce. هذا البريم كو دو بوس. هاد البريم فيها تستعمل en fonction de la surface habitable de votre domicile، يعني على حسب المساحة ديال المسكن. D'autre part, la prime éco-citoyenne vous permet de contribuer à la stabilité du réseau électrique en cas de pic de tension en décalant automatiquement la consommation des radiateurs sans compromettre votre confort, évitant les coupures de courant et le recours à des sources d'énergie polluantes. هادشي ايضا باش انه يتفاداو هذاك الانقطاعات ديال الكورون الكتريك، وايضا باش انه ما يكونش هذاك لي سورس دينيرجي الملوثه. وفي ليليجيبيليتي كاين لي كريتير ديليجيبيليتي الرادياتور الكتريك
بور رادياتور الكتريك اللي كيستعملوا الضوء، ولي كريتير ديال اليجيبيليتي ديال الرادياتور او ديال الماء اللي هما كيستعملوا الغاز ولا الفيول، هما كيستعملوا الغاز ولا الفيول. وهذا الشيء هذا في المغرب خاصنا نستعملوا ايضا في المغرب. ملي غنديروا هذا المشروع هذا غنستعملوا ما يسمى لي سونتر دابيل، لان لي سونتر دابيل هما اللي غيبداو يساعدوا السكان المغاربه والشركات المغربيه الاعتماد ديال هذا الشيء التقني ديال الترموستا، وهما اللي غيبداو يتصلوا بهم كيفاش يركبوا الترموستا، كيفاش يستعملوا الترموستا، وهما اللي غيصيفطوا لهم تقنيين متخصصين. يعني حنا هنا في المشروع القانون المغربي اللي غنديروا الترموستا غنخدموا لي سونتر دابيل، ومصلحتنا مصلحه الاقتصاد الوطني المغربي نخدموا لي سونتر دابيل في هذه المساله، لان لي سونتر دابيل كيوظفوا الناس. وملي غنحلوا هذا البروجي ديال الترموستا المغربي لي سونتر دابيل غيزيدوا يوظفوا الناس، الاف الاشخاص اللي غيتوظفوا بسبب هذا المشروع هذا اللي غيكون مشروع هائل. لذلك هذه الرساله هذه موجهه اكيد للشعب المغربي ولجلاله الملك، وايضا البرلمان المغربي اللي عنده دور تشريعي مهني تشريعي، حيت حنا في دولة المؤسسات، والدستور المغربي عاطي للبرلمان المغربي الدور التشريعي في تفعيل القوانين الاقتصادية. رسالة لوزارة الطاقة أكيد اللي هي مسؤولة على الطاقة، رسالة لرئيس الحكومة السلطة التنفيذية، ورسالة أيضا لشركات الغاز المغربية المواطنة المحترمة أن تلعب بصفتها يعني في القطاع الخاص باش تلعب دور في هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي للاقتصاد الوطني المغربي والمملكة المغربية الشريفة. وجميع التحيات والتشريفات وشكرا جزيلا من مدينة سلا الجديدة. أقدم لكم جميع التحيات للناس اللي هنا متبعين معنا الفيديو اون ديريكت في قناة روبرتو، قناتي على الفيسبوك روبرتو اف ام باجو، اللي غنشروا ان شاء الله في القريب العاجل، غنشروا في اليوتيوب، في قناه اليوتيوب ادريس حكيك، لان حقيق بالفرنسي حكيك ادريس حكيك. شكرا جزيلا، تحيات، شكرا.